انت عارف ان على حسب اخر دراسة اتعملت في The National Science Foundation ان بيجي في دماغنا اكتر من 6200 فكرة في اليوم؟ 80% من الافكار دي افكار سلبية، و95% منها افكار متكررة. كلنا بنفكر في حاجات يمكن ما يكونش لينا اي قرار فيها، وساعات كتير بنفضل محبوسين في الماضي وبنفضل نقول يا خسارة يا ريتنا عملنا كذا. الافكار دي مش بس بتضيع علينا ان احنا نعيش حياتنا اللي احنا المفروض نعيشها دلوقتي، دي كمان بتسبب لنا في ازمات قلبية وامراض تانية كتير. الباحثين في جامعة جون هوبكنز الامريكية قرروا يعملوا دراسات وسيرفيز عشان يقيسوا بيها مستويات النشاط والقلق عند الانسان، وكان جزء مهم جدا عشان يقيسوا مدى ايجابية الاشخاص دي ان هم يشوفوا مستويات الرضا عندهم، الرضا عن الحياة عموما مش الرضا بس عن حالتهم الصحية. ولقوا ان الناس اللي عندهم طبيعة ايجابية عندهم فرصة اقل 30% ان يجي لهم امراض وازمات قلبيه. وده يورينا قد ايه التفكير الايجابي ده حاجه مهمه، وان انت اللي تقدر تتحكم في افكارك دي اذا كانت عايزها تبقى سلبيه ولا ايجابيه. الافكار والاحلام بتتحقق مع الوقت، فخلي بالك كويس قوي انت بتفكر في ايه وازاي، علشان غالبا الافكار دي هتبقى حقيقه بعد كده. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد البكر، وفي فيديو النهارده هنتكلم عن 5 حاجات ازاي نحول بيها الافكار السلبيه لافكار ايجابيه. يلا بينا. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان انت المسؤول عن سعادتك دي، انت المسؤول اذا كنت عايز تفكر بشكل ايجابي ولا عايز تفكر بشكل سلبي. المشاكل اللي انت فيها حاول فكر اكتر في حلولها مش في المشكله نفسها. مخنا دايما متسيستم ان هو يروح ناحيه السلبيه اكتر من الايجابيه. عشان تبقى شخص ايجابي وعشان تفكر تفكير ايجابي محتاج تدرب نفسك ان انت تفكر بايجابيه دي. تدرب نفسك عن طريق ان انت تبتسم اكتر او تبتدي تفكر في حاجات ايجابيه اكتر. كل الحاجات دي هتخلي مخك اوتوماتيك يروح ناحيه التفكير الايجابي. افتكر دايما النعم اللي ربنا انعمها عليك، وان انت مهما حاولت مش هتقدر تعدها. ولو خلاص انت المشكله حصلت وانت كنت عايز حاجه وحاجه تانية هي اللي حصلت، لا انت دايما فكر بالطريقه ان انت ايه اللي كان ممكن يحصل، ايه اسوأ سيناريو كان ممكن يحصل في الحاجه اللي انت كنت عايزها دي. خلي دايما تفكيرك تبص للحاجه بايجابيه اكتر. ومن الحاجات المهمه جدا الناس اللي حواليك، حاول على قد ما تقدر تبعد عن الناس السلبيه المحبطه اللي هي دايما على طول بتحاول تقولك ان مفيش امل في الدنيا. لا، في امل في الدنيا وفي ناس تانية بتفكر بطريقه تانية. خليك انت واحد من الناس دي. تاني حاجه مهمه قوي علشان تكون بتفكر بطريقه ايجابيه هي ان انت تتخيل النجاح اللي انت عايز توصل له. تتخيل انت عايز تبقى فين. شركه تي دي بنك عملت سيرفي على اكتر من 1100 شخص، من ضمنهم 500 من رواد الاعمال، سالوهم اذا كانت فكره التخيل دي ساعدتهم ان هم يحققوا اهدافهم ولا لا. تلتين من الناس دي قالوا ان تخيل النجاح هو عامل رئيسي في ان هم اول حاجه مش بس يكونوا بيوصلوا اللي هم عايزينه، لا دول كمان بيكونوا واثقين اكتر من نفسهم. ان انت تتخيل النجاح، ان انت تتخيل عايز تكون فين، ده جزء كبير جدا من اللي هيخليك في اول حاجه تفكر بايجابيه. تاني حاجه ان انت توصل للي انت عايزه بعد كده. جنب ان انت تتخيل نجاحك، في كمان جزء مهم هو ان انت تتوقع الافضل، ودي تالت حاجه ممكن تعملها علشان تكون شخص ايجابي وبتفكر بطريقه ايجابيه. ان انت تتوقع احسن حاجه هي اللي جايه. في فرق كبير قوي بين ان انت تتخيل النجاح وبين ان انت تتوقع الافضل. تخيل النجاح ده ممكن يكون معتمد عليك، بس ان انت تتوقع الافضل ممكن ده ما يكونش ليك ايد فيه قوي. بس دايما حاول تتوقع ان احسن حاجه انت عايزها هي اللي هتحصل. في اي موضوع بيحصل دايما هتلاقي فيه حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. حاول دايما تشوف الحاجه الايجابيه دي جايه منين وبص لها من الجزء الايجابي ده. بتوع التنميه البشريه زمان هارونا في فكره ان احنا نبص على نص الكوبايه المليان، بس واضح كده ان هم كانوا عندهم حق، لان احنا فعلا محتاجين نبص على نص الكوبايه المليان علشان نكون بنفكر بطريقه ايجابيه. حاول دايما بدل القلق اللي جواك وان انت خايف من المستقبل وخايف من الحياه عموما باهداف على ارض الواقع. اهداف ليها علاقه بالصحه، اهداف ليها علاقه بالكارير اللي انت فيه وبشغلك، واهداف تانية ليها علاقه بفلوسك او اهداف ماليه. لما تبدل الخوف اللي عندك ده باهداف وامل، هتبتدي ان انت تفكر اكتر انت محتاج تعمل ايه علشان تبتدي تفكر بطريقه ايجابيه. كان في جملة مهمة قوي قالها ستيفن كوفي في كتابه The 7 Habits of Highly Effective People، ان انت اي حاجة بتحصل لك هي متقسمة، هتتحط في كاتيجوري من 3. اول واحد ان هو السيركل اوف كونسيرن اللي هي الدايره بتاعت اهتماماتك، وتاني حاجه هو السيركل اوف انفلونس اللي هي دايره التاثير بتاعتك، وتالت حاجه هي السيركل اوف كنترول الدايره بتاعت الحاجات اللي انت تقدر تتحكم فيها. السيركل اوف كونسيرن هي الحاجات اللي انت بتكون مهتم بيها، هي دايره اهتماماتك، بس يمكن ما يكونش ليك تاثير كبير قوي عليها، او يمكن تقريبا مالكش تاثير عليها خالص، زي الحروب والاقتصاد والحاله الجويه والحاجات دي كلها. السيركل اوف انفلونس هي الحاجات اللي انت بتقدر تاثر عليها بس تاثير بسيط، تتلخص في اهلك وفي اصحابك، في الدايره اللي قريبه منك. ممكن تكون مالكش تاثير كبير عليهم بس ممكن تغير لهم رايهم، ممكن تديهم فكره معينه تخليهم يغيروا رايهم. وثالث حاجه هي السيركل اوف كنترول، وهي الدايره اللي انت تقدر تتحكم فيها، وغالبا دي بتكون حاجات ليها علاقه بنفسك انت، تلبس ايه، تاكل امتى، والحاجات دي كلها. دايره الاهتمام ممكن تكون بتتغير من شخص للتاني، ان الحاجات اللي بهتم بيها مش لازم تكون انت بتهتم بيها. وفي نفس الوقت ممكن يكون حاجه في دايره اهتمامي تكون عندك انت في دايره التاثير. ممكن يكون انا في قرار معين عايز اشوفه بس انت في بوزيشن معين يأهلك ان انت تاخد القرار ده. دايره الاهتمام دي هي ممكن تكون اكتر حاجه بتضيع وقتك. تلاقي نفسك طول اليوم قاعد بتقلب في الاخبار او بتتفرج على ماتش كوره، شايف ان هو وفريقك خسران فانت قاعد دمك محروق وخلاص، بس انت مالكش تاثير كبير قوي على الموضوع ده. لا ليك تاثير ان الكوارث الطبيعيه اللي في العالم تخلص، ولا ليك تاثير ان فريقك يكسب. الحل هنا مش ان انت ما تتابعش اخبار، ولا ان انت تبطل تتفرج على كوره.
لان دايما في الاخر كلنا هنفضل متابعين الكوره وهيبقى عندنا شغف بيها، سواء كان فريقك بيكسب ولا بيخسر. مفيش حد بيكسب على طول ومفيش حد بيخسر على طول، بس الحل ان انت تبقى عارف ان انت مالكش تاثير على ده، فما تخليش الخساره او ان انت حاجه كوارث طبيعيه تكون بتحصل في العالم تاثر على مودك دلوقتي، تاثر عليك، تاثر على طريقه تفكيرك في الحياه، تخليها سوداويه اكتر. خليك دايما عارف ان الحاجه اللي مالكش عليها تاثير ملهاش لازمه ان انت توجع دماغك بالتفكير فيها زياده عن اللزوم. حاول ما تربطش سعادتك بالحاجات اللي انت مالكش فيها تاثير. تاني حاجه وهي دايره التاثير بتاعتك، انت تقدر تاثر على مين وتقدر تاثر ازاي وبانهي درجه. ممكن نحط هنا ان انت تبقى عايز تفكر بطريقه ايجابيه، دي تحطها تحت دايره التاثير. ان انت تقدر تاثر على نفسك كمان، ان انت تفكر بطريقه احسن علشان تكون شخص احسن. خامس حاجه محتاج تعملها، يمكن مش محتاج تعملها على طول بس محتاج تعملها لو حصلت مشكله. لو انت اوريدي دلوقتي في مشكله، فانت هتلاقي دايما المشاكل متقسمه نوعين. لو طبقنا نفس المبدا بتاع السيركل اوف كونسيرن والسيركل اوف انفلونس، هتلاقي ان انت عندك مشاكل ليها علاقه بيك وتقدر تاخد فيها قرارات، ومشاكل ثانيه مالكش اي علاقه بيها وما تقدرش تاخد فيها قرارات. وما دام انت مالكش تاثير كبير على المشكله وما تقدرش تحلها، حاول دايما اشغل نفسك عنها. شوف صحابك، شوف اهلك، شوف حاجه انت بتحبها اعملها. حاول على قد ما تقدر ما تنغمسش في المشكله، ما تقعدش جوه المشكله وتفضل بتقول ان الدنيا مش كويسه. لا، هي الدنيا كويسه بره المشكله دي، فحاول تخرج نفسك منها على قد ما تقدر. النوع الثاني من المشاكل هي المشاكل اللي انت ليك ايد فيها وتقدر فعلا تحلها، فخليك دايما متاكد ان مفيش مشكله في الدنيا ملهاش حل، انت اللي تقدر تحلها. ممكن يكون الحل لسه ما جاش في دماغك، بس تاكد مليون في الميه ان المشكله ليها حل. بس لازم تبدا تفكر في حل المشكله دي من النهارده مش بكره. لازم تبدا تفكر بطريقه ايجابيه، تبدا تفكر ازاي تحل مشاكلك دي عن طريق ان انت تبتدي تشوف كل المعطيات اللي عندك، تبتدي تشوف كل حاجه ليها علاقه بالمشكله علشان تحلها بطريقه احسن. ما تضغطش نفسك ان انت لازم تحلها في اسرع وقت ممكن. خد وقت، اخرج، افصل عن المشكله. يمكن لما تفصل شويه ترجع تلاقي ان الحل بقى موجود قدامك وسهل، بس انت اللي ما كنتش واخد بالك منه. وخليك دايما عارف ان الحل الاولاني اللي هيجي في دماغك غالبا بيبقى هو الحل الصح. بص، انا مش هضحك عليك واقول لك ان الموضوع سهل، لان دايما بيبقى الاسهل ان انت تتحول من الايجابيه للسلبيه مش العكس. بس انت اللي تقدر تحول افكارك دي من افكار سلبيه لافكار ايجابيه. حاول مره واثنين وثلاثه، اكيد في مره هتنفع. وبس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي عشان نبقى احسن.